صباح النور إن كان صباحا، ومساء النور إن كان مساء. هذه الحلقة هي الحلقة الأولى من حلقات سلسلة ارتأيت تسميتها بعنوان دروس في المنطق الاستدلالي الرمزي، وهي سلسلة موجهة أساسا إلى طلاب الفصل الرابع من مسلك الفلسفة، وكذا إلى كل المهتمين بتحصيل المبادئ الأولى لهذا الصنف من المنطق. في هذه الحلقة الأولى سيكون حديثنا عن مفهوم المنطق وعن العلاقات الاستدلالية الصورية، أي أن هذه الحلقة هي بمثابة مقدمة نلقي فيها الضوء عن تعريف المنطق وبعض الإشكالات التاريخية المرتبطة بالمنطق. أما موضوع الحلقات المقبلة فسنناقش فيه النقاط التالية: أولا، الروابط القضوية وخصائصها. ثانيا، طرق البث في منطق القضايا، حيث سنتطرق في هذا المحور إلى الطريقة الجدولية أو ما يسمى بجدول الصدق، ثم إلى طريقة التحليل الصدقي. طيب، نبدأ الآن بمفهوم المنطق. فماذا نقصد بالمنطق؟ يقول الدكتور محمد الموصلي في كتابه دروس في المنطق الاستدلالي الرمزي أنه طيلة تاريخ المنطق وإلى حدود أواخر القرن التاسع عشر عد المنطق تارة أداة وأخرى آلة أو معيارا أو فنا لقيادة العقل أو الذهن أو الفكر، آلة يجنبنا تعلمها من الوقوع في الخطأ. أي أنه لو شئنا أن نقدم تعريفا متداولا بسيطا للمنطق لقلنا بكل بساطة أن المنطق هو آلة تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ، فهو عند الفارابي صناعة لتقويم العقل، وآلة لعصمة الفكر مع ابن سينا، ومعيار للعلم مع الغزالي، إذ يقول الغزالي أن من لم يتعلم المنطق لا يوثق بعلومه. وعند القديس توما الإكويني فهو فن لقيادة الفكر. وهكذا فقد ظل المنطق إما مقدمة للعلوم خارج إطار تصنيفاتها، أو ألحق إلى جانب ما كان يسمى بالعلوم المعيارية من أخلاق وجمال، غير أنه في كلتا الحالتين نظر إليه بوصفه جزءا لا يتجزأ من القول الفلسفي. داخل هذا المنظور درست تحت عنوان المنطق وباسمه موضوعات نفسية أو لغوية، بالإضافة إلى مناقشة أسئلة من قبيل: كيف تتكون المفاهيم؟ ما الألفاظ؟ ما أنواعها؟ وما هي أصناف دلالاتها؟ ما هي المقولات العقلية وما هو عددها؟ أهي من العقل مستمدة أم من الوجود؟ أم من اللغة سمت صياغتها؟ ما يهمنا اليوم بخصوص اليوم فقد تم تجاوز كل هذه التصورات المعيارية. أقصد نظر الآن إلى المنطق، أو يتم النظر إلى المنطق باعتباره نظرية علمية مستقلة بذاتها، تؤخذ أولا وقبل كل شيء كما هي، وبعد ذلك تأتي تطبيقاتها على التي تتعدد وتتسع يوما بعد يوم في مجموعة من المجالات. نذكر على سبيل المثال الحصر تطبيقات نظرية كما في الرياضيات، ثم تطبيقات في علوم اللسان، ثم تطبيقات في المسارات الشبكية مع شانون، وما يعرف عند طلاب التخصصات العلمية الذين يدرسون بكليات العلوم وكلية العلوم والتقنيات وما إلى ذلك بالإلكترونيك نيميريك. كما أنه كذلك له تطبيقات في مجال واعد، ألا وهو مجال البحوث المتعلقة بالعقول المصنوعة، أو بكل بساطة مجال الذكاء الاصطناعي. طيب، إذن
السؤال الذي يطرح علينا الآن هو: ما هو موضوع هذا المنطق؟ أقصد المنطق الاستدلالي الرمزي. موضوع المنطق الاستدلالي الرمزي أو دراستنا أو اهتمامنا بهذا المنطق سينصب على دراسة العلاقات الاستدلالية القابلة للصياغة الصورية ضمن لغة رمزية متواضعة عليها. لكن السؤال: ما هي العلاقات الاستدلالية الصورية؟ نعني بالعلاقات الاستدلالية الصورية جملة العلاقات الدلالية القابلة للنقل الرمزي والخاضعة لجملة من القوانين الصارمة التي تتحدد بحدود عالم من العوالم الممكنة. كي تتضح لنا الصورة ونفهم جيدا هذا التعريف سنستغل على بعض الأمثلة. نبدأ بالمثال الأول. في القول التالي سنتبين وجود علاقة دلالية ما بين مقدم الجملة الشرطية وتاليها، والجملة هي كالتالي: إذا كنت جائعا فإن الطعام بالمطبخ. غير أن هذه العلاقة ليست استدلالية. لماذا؟ لأنها تأبى الخضوع للقانون التالي. وماذا يقول هذا القانون؟ يقول أنه إذا كان يلزم عن ب ج فإن هذا يكافي أن لا ب يلزم عن لا ج، بمعنى أنه لو كانت هذه العلاقة هي علاقة استدلالية لصح أن نقول إذا كان الطعام ليس بالمطبخ، أو إذا لم يكن الطعام بالمطبخ فأنت لست جائعا. غير أن هذا المرور يبدو أمرا مضحكا. بمعنى ماذا نفعل؟ يعني أنه في هذا النوع من الجمل، هذه الجمل الشرطية، كي نقول عنها بأنها علاقة استدلالية صورية يجب أن تحقق هذا القانون. وكيف نتحقق من هذا القانون؟ لدينا مقدم ولدينا تالي. نقوم بعكس نأخذ نقيض التالي نجعله مقدما. لاحظ هنا لدينا مقدم أنت جائع، ثم التالي الطعام بالمطبخ. نقوم بنقض التالي الطعام بالمطبخ، نقيض هذه القضية إن صح القول. نقول هذه الجملة، نقض هذه الجملة الطعام بالمطبخ. نقضها هو الطعام ليس بالمطبخ، لم يكن بالمطبخ. إذا نبدأ بنقيض هذه الجملة. إذا لم يكن الطعام بالمطبخ ثم نتبع في الجزء الثاني نقيض المقدم: لست جائعا. جائع نقضه لست جائعا، أو أنت لست جائعا. ومن البديهي أن هذا المرور هو أمر مضحك كما تم التعبير عنه. نأخذ المثال الثاني. إذا كان هذا الشخص إنسانا فإنه حيوان. نأخذ مثلا، سنحاول أن نرى هل هذه العلاقة تخضع لهذا القانون، بمعنى أننا سنأخذ نقيض التالي: إذا لم يكن هذا الشخص حيوانا فإنه نقيض المقدم ليس إنسانا. المقدم هو الشخص إنسان، التالي حيوان. نبدأ بنقض، نأخذ نقيض التالي نجعله مقدما، ونجعل التالي نقيض المقدم. إذا لم يكن هذا الشخص حيوانا فإنه ليس إنسانا. يبدو لنا هذا الأمر أمرا ملزما بتصديقنا لهذه العلاقة التي سميناها بالعلاقة الثالثة. يصبح تكذيبنا للعلاقة الرابعة أمرا متناقضا، يعني يستحيل علينا أن نكذب هذه العلاقة لو صدقنا بالأولى. إذا نقول عن مثل هذه العلاقة الموجودة بين
بأن علاقة استدلالية صورية. نضيف مثال آخر والذي سآتي به من الرياضيات. نأخذ مثلا العلاقة التالية سأنعتها بواحد مثلا. واحد إذا كان إن عدد صحيح طبيعي أكبر قطعا من 3 أو من 2 فقط، فهو إذن إن أكبر قطعا من 1. هذه العلاقة واضح أنها صحيحة. إذا كان إن عدد صحيح طبيعي، تعلمون ما هي الأعداد الصحيحة الطبيعية؟ هي الأعداد 0 1 2 3 4 5 6 إلى آخره. إذا كان إن عدد صحيح طبيعي أكبر قطعا من 2، إذا كان دونك إن أكبر قطعا من 2، إذا كان إن أكبر قطعا من 2 فإن إن أكبر قطعا من 1. إذا لدينا هنا مقدم ولدينا تالي. هل هذه العلاقة هي علاقة استدلالية صورية؟ سنرى. كيف سنرى ذلك؟ سنحاول أن نخضعها للقانون السابق الذي تحدثنا عنه. نأخذ عكس أو لا نقيض التالي. ما هو نقيض التالي؟ إن أكبر قطعا من 1 نقيضها إن ليس أكبر من 1. إذا لدينا مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية هي 0 1 2 3 4 وهكذا بدون توقف. إذا قلنا إن أكبر قطعا من 1، إن أكثر تماما من 1، يعني إن يأخذ القيم 2 3 4 5 إلى آخره. نقيض هذه الجملة إن ليس أكبر من 1. ليس أكبر من 1 بمعنى أنه قد يكون ليس أكبر قطعا من 1. ليس أكبر قطعا من 1 بمعنى يأخذ 2 3 4. ليس أكبر من 1 بمعنى أنه قد يكون يساوي 1، لأنه إذا كان إن يساوي 1 فإنه ليس أكبر قطعا من 1 أو يساوي 0. إذا هنا إن أصغر أو يساوي من 1، يعني قد يساوي 1 أو يكون أقل من 1. نأخذ نقيض التالي، نبدأ به نجعله مقدما ونجعل نقيض المقدم تاليا. نقيض المقدم إن أكبر قطعا من 1. إن أكبر قطعا من 1 بمعنى أن يأخذ القيم 3 4 وهكذا. عكس هذه أو نقيض هذه العبارة إن أكبر قطعا من 2 وإن أصغر ويساوي من 2، يعني يأخذ القيم 2 1 أو 0. إن أصغر ويساوي من 2. إذن هل هذه الجملة صحيحة؟ يعني هل إذا كان إن أصغر ويساوي من 1 بمعنى هل إذا كان إن يأخذ القيم 0 و1، هل يلزم عن هذا القول أن إن يكون أصغر من 2 أو يساوي؟ نعم. وبالتالي نقول عن هذه العلاقة بأنها علاقة استدلالية صورية. نعم، هذا كل ما في هذه الحلقة. نلتقي في الحلقة المقبلة إن شاء الله. شكرا على حسن المتابعة.